السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ما قاله المعلق حفيظ دراجي بالماضي في موقف محرج. إليكم التفاصيل. تحدث الإعلامي حفيظ دراجي في مقال مطول لموقع القدس العربي عن تبعيات قضية الناخب الوطني جمال بالماضي مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فافا. وذكر حفيظ دراجي أن الاتحادية الجزائرية للعبة فافا من خلال بيان على موقعها الرسمي أسدل الستار على ما سماه مسلسل المدرب بالماضي الذي دام طويلا. ورأى معلق شبكة قنوات بي إن سبورت أن بالماضي بات في موقف حرج في الوقت الحالي بسبب رفضه التوقيع على عقد فك الارتباط وديا مع هيئة فافا بعد أن ضرب مقترح صادي عرض الحائط. وحمل دراجي بالماضي مسؤولية ما أسماه بالإسناد الحاصل حاليا، والذي كان يمكنه تجنبه باستقالة الناخب الوطني جمال بالماضي مباشرة بعد إخفاء كان الكاميرون ونكسة تصفيات مونديال 2022. وبحسب ما كتبه خريج مدرسة التلفزيون العمومي الجزائري، فإن المدرب الوطني جمال بالماضي كان قادرا على الخروج من الباب الواسع لو استقال أيضا، ولو استقال مباشرة بعد إخفائه الثالث والذي حصل في كان كوتيفوار. وعدد حفيظ دراجي بعد أهم الأسباب التي جعلت جمال بالماضي يقطع في المحظور للمرة الثالثة تواليا، خاصة اعتماده على 15 لاعب شاركوا في كان مصر خاض بهم المعترك القاري بكوتيفوار. وأعاب معلق شبكة القنوات الرياضية القطرية على الناخب الوطني ما وصفه بالاصطفاف مع طرف من الأطراف التي كانت متصارعة على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وفي ختام ما قاله لموقع القدس العربي، أكد دراجي أنه لو كان في وضعي بالماضي لتحمل مسؤولية الإخفاق واعتذر عن ذلك، ووافق على فك الارتباط وديا مع التفاوض على الشروط التي ترضيه وتحافظ على ثروته. وبالنهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة.